النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكاتشب في البيت. هنعمل الكاتشب بمكونات بسيطة جدا جدا موجودة عندك في البيت، وهقولك كمان كل أسرار الكاتشب الجاهز وازاي يطلع معاكي بنفس اللون وبنفس الطعم وبنفس القوام بتاع أكبر المصانع كمان. هتاخدي نتيجة مرضية بنسبة 100%. بس قبل كل ده، لو أول مرة تنوريني في القناة أهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ما تنسيش الاشتراك، ومتابعيني الحلوين ما تنسوش اللايك الجميل، ويلا نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجه واهم حاجه زي ما متعودين الطماطم اللي هعمل منها الكاتشب. طبعا الكاتشب زي الصلصه لازم يكون لونه حلو وقوامه حلو، فالطماطم اللي هتديني لون حلو وقوام حلو ما تكونش كلها سوائل، يعني يكون معظمها من جوه الياف لحم، تديني قوام تقيل وحلو للطماطم، وتكون حمرا. لو طرية كمان يبقى أفضل وأحسن، يعني مش هتعيق الوصفة بحاجة. الإضافات اللي أنا هضيفها، أنا هضيف قرن من الفلفل الألوان الأحمر. تقدري لو حباها سبايسي تقدري تضيفي عليها فلفل اللي هو الهريسة الشطة، أو أي إضافات تانية انت حابة تضيفيها مش مشكلة. بعد ما غسلت الطماطم كويس جدا وشلت العنقود الأخضر، ابتديت أقطع الطماطم كده لقطع زي ما انتوا شايفين، وأتخلص من الجزء اللي بيكون تحت العنقود الأخضر. زي ما قلنا ده بيكون بكتيريا كتير، وبيتكون فيه كمان المبيدات اللي بتترش على الزرع، فالأفضل إن أنا أتخلص منه. هقطع بقى كل الطماطم أو كمية الطماطم اللي قدامي، ودي خطوة اختيارية، يعني ممكن أقطعها وممكن لأ، ممكن يعني اللي هو أتخلص من الجزء اللي بيكون تحت العنقود الأخضر ده وأسيبها صحيحة عادي، ولكن التقطيع بيسرع معايا عملية التسوية بتاعة الطماطم. هاخد الطماطم في الحلة بتاعتي وهغطيها كويس جدا وعلى نار هادية جدا جدا. الطماطم انا مش هضيف لها اي سوائل، يعني مش هضيف لها مية ولا اي حاجة، زي ما هي كده هتنزل السوائل بتاعتها في البداية لما تكون على نار هادية. بعد كده هخلي النار على الوسط، يعني هعلي النار للوسط لحد ما الطماطم تستوي. آه الطماطم بقى بعد ما تستوي، يعني زي ما انتوا شايفين كده، هي هتنزل المية اللي او السوائل بتاعتها، علشان هما كمية قليلة فمش هتنزل مية كتير زي ما عملنا في الطماطم بتاعة التخزين. احنا كنا بقى بنعمل كمية طبعا، انما دول يعني حبة صغنطتين، يعني كيلو طماطم كده، فمش هينزلوا سوائل كتير. هما شوية السوائل اللي نزلوا رجعت تاني الطماطم شربتهم لحد ايه ما استوت، يعني مش هحتاج اصفي الطماطم من السوائل اللي هتنزل منها. بعد ما استوت هخليها تهدى شوية، هاخدها بقى بالهاند بلندر او بالخلاط وهفرمها كويس جدا جدا. يعني مش عايزة بقى يكون فيها قشر كبير ولا بذر ولا اي قطع خالص. هاخدها بقى بعد كده هعديها على مصفى رفيعة جدا، يعني خرومها تكون ضيقة، الخرام بتاعتها تكون ضيقة قوي، سواء بقى مصفى سلك او مصفى اللي هي اصلا بتكون مخرمة العادية دي بتاعت المكرونة. بلاش، يعني خليني في المصفى اللي هي السلك بتاعت بقى الليمون والعصاير والحاجات دي. عايزة الصلصة ما فيهاش اي بذر ولا اي قشر ولا اي حاجة من دي اطلاقا. ده كده كل البذر والقشر هتخلص منه، وده شكل الطماطم بعد ما اتصفت، ما فيهاش بقى اي قشر ولا اي بذر زي ما قلت لكم. التوابل بقى اللي هضيفها على الطماطم كانت عبارة عن معلقة من الثوم البودر، ومعلقة من البصل البودر، ومعلقة من البابريكا. هضيفهم على الطماطم وهبتدي اقلبها شوية كده، وهشغل عليها النار هتكون بقى من البداية للنهاية النار هتكون هادية جدا، يعني ههدي النار وهسيب بقى الكاتشب على النار براحته. اهم حاجة طبعا زي ما متعودين نكون مغطيين الصلصة وهي بتتصلصل، آه، منعا بقى للفرقعة والطرطشة واللسوعة اللي بنتلسوعها
البقللة بقى اللي بتطلع من الصلصة دي، فخلّيها متغطية أحسن وعلى نار هادية وبراحتها جدًا. بعد كده لكل كيلو من الطماطم هاضيف عليه تِلت كوباية من السكر وربع كوباية من الخل. هادوّب بقى السكر والخل وهالاحظ إن القوام ابتدى يخف معايا وبعد كده هيبتدي يتقل ولونه يتغير. هاضيف كمان عليهم من معلقة لمعلقة ونص كبار من الملح، وهادوق كده الطعم وعلى حسب بقى الملح اللي أنا حاباه وعلى حسب الطعم اللي أنا حاباه، بس المكونات دي كده الأقرب للجاهزة. علشان بقى القوام يلِف معايا ويبقى تقيل، هاضيف نُص معلقة من النشا على معلقتين مَيّة وهادوّبهم كويس جدًا وهاضيفهم على الصلصة وهي على النار، وخلّينا متفقين إن من البداية للنهاية النار هادية جدًا، جدًا. هاقلِّب بقى كل المكونات دي مع بعض شوية، يعني هي هتاخد لها حوالي تِلت ساعة على النار، يعني من تِلت ساعة لنُص ساعة. علشان بقى أعرف إن أنا وصلت للقوام المضبوط بالspatula كده أو في طبق وهاخد خَط كده زي ما شُفتوا، لو ما ضمِّش على بعضه وفضل كده زي ما هو يبقى أنا كده تمام أوي، هاطفي النار وهاسيب الكاتشب يهدى شوية وبعدين هابتدي أعبّيه بقى في الأزايز، أعبّيه في برطمانات زي ما يكون بقى أنا هاحتفظ بيه بإيه. شايفين بقى شكل الكاتشب عامل إزاي؟ زي الجاهز بالضبط، وطعم وقوام ولون زي الجاهز بالضبط. هاحتفظ بيه في الفريزر لمدة 3 شهور، لو في التلاجة تحت هيقعد معايا لمدة 20 يوم، قوامه زي الجاهز بالضبط. بُصّوا قوامه تقيل إزاي ولونه حلو وطعمه ما يختلفش إطلاقًا عن الجاهز. حلو بقى في المعجنات زي البيتزات طبعًا بطاطس بقى محمّرة، وجبات سريعة، الحاجات اللي إحنا بنستسهلها بقى دي في رمضان إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين. ويالّا بقى اعملوا الكاتشب وشيلوه في رمضان عشان يسهّل عليكم كتير ويوفّر كمان عليكم كتير جدًا. ودي كانت نهاية الحلقة بتاعتي والوصفة بتاعة النهارده، أتمنى تكون عجبتكم. ولو أول مرّة تنوّريني في القناة أهلًا وسهلًا بيكِ، نوّرتيني، ما تنسيش الاشتراك، ومتابعيني الحلوين اوعوا تنسوا اللايك الجميل. واستنوني في حلقة جديدة وفيديو جديد وأشوفكم بخير يا رب. باي باي.